السلام عليكم، اهلا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا، وانا عن نفسي انا بحب الفيديو ده جدا. فيديو البيتزا يعني حاجة كده بجد حلوة جدا، شكل وطعم وريحتها بتكون قلب البيت حقيقي بجد. بحب جدا ان انا اعملها يعني في البيت، حاجة نظيفة طعمها حلو. كمان ضامنين الحاجات اللي احنا استخدمناها زي ما قلت لكم، العجينة، الحاجات اللي احنا استخدمناها، الحشوات. يعني لو عملناها في البيت طريقة سهلة وبسيطة، وعملتها تاني جربناها مع بعض قبل كده، ولكن حبايبي اللي طلبوها مني حبيت ان انا انفذها لهم تاني في فيديو تاني يعني علشان يشوفوها. فيا رب ان شاء الله تعجبكم، وكمان تنفذوها في البيت وتعملوا لأولادكم وتفرحوهم، بجد هتعجبكم جدا. يلا بينا على طول نبتدي بقى في الفيديو بتاعنا. بس الأول اللي لسه ما اشتركش في القناة يعني اشتركوا في القناة، وكمان فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. وما تنسوش تعملوا اللايك للموتزاريلا الحلوة دي. ويلا بينا على طول نبتدي في الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقة مع بعض. بصوا بقى الموتزاريلا يعني حاجة بجد حلوة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة. عندنا أول حاجة بنجهز المواد الجافة زي ما انتوا عارفين. حطيت 4 كوبايات من الدقيق، طبعا بيكون منخول. حطيت بقى عليهم معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر. بنقلب كل المكونات الجافة دي كده الأول مع بعض، وبعد كده بنزل عليهم بكوباية كبيرة من الحليب الدافي. طبعا المقادير بسيبها لكم كلها في صندوق الوصف عشان ترجعوا لها في أي وقت لو حابين. بنضرب بقى كل المكونات كده مع بعض وبنعجن فيهم كويس جدا بايديا بالعجان. المهم ان انا اعجنهم كويس جدا لحد ما يختلطوا كده مع بعض ويكونوا لي عجينة بتكون بتلزق شوية. بضيف بقى عليهم المادة الدهنية اللي هي يا اما زبدة يا اما سمنة يا اما زيت، اي حاجة متوفرة عندك ابدأ ان انتي استخدميها. هنكمل عجن كده لحد ما العجينة تلم معايا وتكون مش بتلزق بقى خلاص، يعني بتكون بقى كده جاهزة معانا. هفضل اعجن فيها كويس جدا لحد ما العجينة تلم وما يبقاش فيه بقى اي حاجة على الجوانب بتاعة العجان، هتلاقوها بقى بقت نضيفة كده. ببتدي ان انا كده خلاص ال الشكل بتاعها هي بتكون بتلزق بس مش بتبصم في ايديا، يعني عادي بتسيب من ايديا، فاهمني؟ مش بتسيب اي اثر على صوابعنا يعني. هي كده بتكون جاهزة، ده العجن المظبوط. طبعا اي عجن لازم تبقى معجونة كويس جدا، فعجنها كويس جدا لميتها كده بقت بالشكل ده. ببتدي ان انا احطها في اي بولة، وببتدي اغطيها بالاسترتش واسيبها لحد ما تخمر كويس جدا. كده خلاص خمرت وبقت جاهزة معانا. ببتدي ان انا اقسمها كده في الصواني. بجيب الصواني بتاعتي بمسحها بس مسحة زيت، وببتدي ان انا اكورها كده في الصواني وبسيبها تاني ترتاح 10 دقايق ربع ساعة، بس علشان لما اجي افردها ما تفضلش ترجع مني تاني، لا هتبقى يعني مرتاحة كويس جدا. ببتدي ان انا كورتها كده بالشكل ده، بسيبها بقى 10 دقايق، بعد كده ببتدي ان انا افردها. شوفوا بقى لما اجي افردها هتتفرد معايا بكل سهولة، مش هتفضل بقى ترجع تاني ولا اي حاجة. ومش محتاجة نشابة ولا حاجة، بايديا كده بس بفردها هتبقى تتفرد معايا بكل سهولة. كمان احنا عملنا العجينة اتعجنت كويس جدا، كمان طرية، فالعجينة سهلة معايا وبتتفرد بكل سهولة. ببتدي بقى اجهز الحشوات بتاعتي. انا حشيت الاطراف كده بالموتزاريلا، حطيت كده على الاطراف وببتدي ان انا اتنيها كده على الموتزاريلا اللي انا حطيتها.
بقفلها بقى كويس علشان ما تفكش مني. بعد كده هبتدي ان انا ارجعها تاني للصينية وافردها تاني تاخد شكل الصينية بتاعتي. اهم حاجة كمان السمك بتاع العجينة ما تكونش تخينة، علشان ما تكونش البيتزاية عبارة عن عجين، لا تكون السمك بتاعها يعني حاجة وسط، ما تبقاش تخينة وما تبقاش رفيعة قوي لدرجة ان هي تتحرق مني، او يعني ما تبقاش طرية، لا السمك بتاعها بيكون وسط. زي ما شفتوها كده معايا كانت في اول الفيديو كانت حلوة جدا. ببتدي بقى احط اللي هو الصوص بتاع الطماطم، وبحط طبقة من الموتزاريلا، طبقة من الجبنة الرومي، الجبنة الشيدر، يعني اي جبن بقى متوفرة عندي ببتدي ان انا احطها كده بالشكل ده. كمان حطيت شرايح من الزيتون وشرايح من السلامي، يعني الحشوات دي اي حاجة متوفرة عندنا نبتدي ان احنا نحطها. برش كمان رشة كده من الموتزاريلا، وكده بتكون جاهزة معانا. زي ما انتوا عارفين انا ما بحطش الشرايح الفلفل ولا الطماطم في البيتزا خالص، مفيش حد هنا بيحبها كده، فانا على طول معتمدة يعني ان انا بعملها بالطريقة دي. فلو بتحبوها حطوا بقى الشرايح الطماطم، شرايح الفلفل، يعني حطوا الحشوات اللي تحبوها، الحاجات المتوفرة عندكم حطوها. بس كده عملنا البيتزا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبالإمكانيات اللي عندنا وبالحشوات اللي تعجبنا، واللي عايزين نشيله نشيله واللي عايزين نحطه ونزوده نزوده، يعني براحتنا في البيت. بنبتدي ان احنا بقى بصوا بنخترع وبنبدع وبنعمل الحاجات اللي احنا يعني على مزاجنا. كمان ضامنين الحاجات بتاعتنا، ضامنين المنتجات اللي احنا استخدمناها، العجينة، الأدوات، كل حاجة ضامنينها. ففي البيت بنبتدي ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه، وصدقوني هتطلع أحلى بكتير من بره. لازم نعود عيالنا على الأكل بتاع البيت، حتى لو الحاجات دي بس في البيت أنضف وأحلى بكتير من بره. بصوا بقى شكلها طالع في النهاية حلو جدا، ما تفرقش خالص عن اللي بنجيبها جاهزة من بره، بالعكس دي انضف بكتير واحلى بكتير، وحاجة ضمنها بايدينا، عارفين حطينا ايه، استخدمنا ايه، كمان ادواتنا تكون نظيفة، فكل حاجة فيها نظيفة، فدي احلى بكتير من اللي بنجيبها جاهزة من بره. بصوا بقى التسوية بتاعتها حلوة جدا، يعني التسوية بتاعتها كمان من تحت شوفوا عاملة ازاي، تسوية مظبوطة حلوة جدا. وده السمك اللي انا قلتلكم عليه في العجين، ما بنزودش عن كده، العجين ما بيبقاش تخين كده، بتبقى سمك العجين رفيع، والجبن بقى والحشوات بتخليها طرية، فده السمك المظبوط يعني عشان تطلع معاكم حلوة جدا. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب الوصفة تكون عجبتكم والبيتزا بتاعتنا تكون عجبتكم. جربوها ان شاء الله هتطلع معاكم احلى بكتير من بره. واستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، واستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرا لكم، مع السلامة.